انا اقرع؟ انا مش اقرع. دي بدايه الانكار عند اي واحد اقرع. احنا بيبقى عندنا تخيل في الاول يا جماعه ان احنا عندنا شعر. ليه؟ لما بنحس ان في بقع شعر في راسنا، او لما تمشي ايدك على راسك تحس ان في ملمس شعر، بتفتكر ان عندك شعر، بس في الحقيقه بيكون شعرك واقع وفي جزيره مثلا في النص، شويه شعر هنا على شويه شعر هنا، وتبقى متخيل في خيالك المريض انك لما بتجمعهم فوق بعض ان انت عندك شعر. ده انكار صاحبي. انت اقرع، انت اقرع عادي. يعني مثلا ما جيسون ستيثم اقرع، ذا روك اقرع، انت مش هتقرع ليه؟ ما تقرع يا ابني. بس احنا بنفضل ننكر بقى. انا مثلا فضلت فتره بحارب العالم ب 12 شعره، جايبهم كده وكده مجمعهم فوق بعض ومسميه عرف الديك. انا كان عندي دبوس وما اعرفش انا كنت ليه مكمل بيه، ومتصور بروح اتصور مع الناس واضحك وعادي كانه عادي وهو مش عادي. عارف انا لو كان حد صورني من ظهري كان بيبقى فيه دوريه فاضيه هنا وانا متجاهلها تماما. انا عندي 12 شعره قدام بجمعهم وعامل عرف الديك، ما يهمنيش. ده انكار غلط، شكله مش حلو بس هو انكار. انت مكمل. المهم طول ما انا مش شايفها في المرايه فهي مش موجوده، دي ورا. واروح للحلاق اقول له لو سمحت اخفيها. يقول لي يعني اعمل ايه يعني؟ اقول له خف ورا خالص زيرو عشان محدش يشوفها. واكله من قدام انا مش شايفها. في مره وانا في دبي كنت بحلق عند حلاق هندي. انا كنت بحلق عنده سبب واحد، الراجل كان بيعمل مساج غريب في الاخر كده. مساج هو كان فيه شويه ضرب وحاجات انا مش عارف اشرح قوي عشان هيبقى شكلي غريب، وكل ما بشرح اي تفصيله فيه بيبقى اغرب، فخلينا ماشيين ان هو كان بيعمل شويه مساج يعني. وليه كنت بروح له؟ انا كنت حاسس ان انا ما بيتحرقليش كتير يعني. عند اي حلاق تاني انا بخلص بسرعه قوي بدفع نفس الفلوس، فكنت بروح للراجل ده عشان على الاقل هو بتضرب في الاخر باخد مساج اي حاجه عشان احلل الفلوس. الراجل كان بيحاول يعمل خدع بصريه في راسي عشان ما يبينش ان انا اقرع، او دي كانت طلباتي يعني. هي فكره ان انا كنت بروح لحلاق اصلا ده في حد ذاته انكار. انا خلاص يعني فاهم يا واحد كانك بتروح البول وانت معكش مايو تنزل بالبوكسر، احراج ملوش لازمه. رايح لحلاق وانت ما عندكش شعر، طب بتعمل ايه جوه يعني؟ ودايما نفس اللي فيه بسمعه من كل اصحابي: ايه يا عم كنت فين؟ كنت عند حلاق. انت عندك حاجه؟ يا عم عندي حاجه حلاقه ما بروح. فلما اجي اقول لك ان انا حالق تقول لي نعيما وما تحسس عشان انا راسي ملتهبه. انا عارف ان انت بتبقى نفسك تحسس عليها عشان بتفكرك بس لا، انا راسي بتبقى ملتهبه، ارجوك ما تلمسهاش. دي رساله مني لكل شاب اصلا. الصلع مميزات ولا حصر لها. خلينا ناخدها واحده واحده. رقم واحد، ما عندكش باد هير داي. مفيش حاجه اسمها النهارده شعري شكله وحش، شعري مش موجود. تاني حاجه، مفيش حاجه اسمها بقى شويه شعر تنزل الميه يحصل اي تغيرات جويه شكلك ما بيتغيرش. توفير رهيب من كل منتجات الشعر. مفيش بقى بديل زيت، بديل كريم، مفيش مشاوير حلاق. انت في البيت وانت بتستحمى تك تك خلاص. بص فلوس، عملت فلوس. توفير وقت في الحمام كمان. انت مفيش بقى مش هتقعد تغسل وبتاع، انت بتخلص على طول. فانت موفر فلوس، موفر وقت، شكلك ثابت مهما كان. مفيش شعر ابيض، مفيش شعر خالص. ما تسالنيش هنعمل ايه بكل الوقت اللي بنوفره ده، مع كل الفلوس اللي بنوفرها، مع كميه التستوستيرون اللي ضاربه في جسمنا. مش عارف هنعمل ايه بده كله، بس ادينا موفرينه وان شاء الله هنستخدمه في حاجه ان شاء الله يعني. بس في عيوب برضه، خلينا صراحه ان كونك اقرع ليه عيوب. الصلع ليه عيوب. واحد مثلا الناس فاكرانا كلنا شبه بعض. واحد شافني قال لي ايه ده انت شبه اندرو تيت. واحد تاني قال لي ايه ده انت جوارديولا. يا شيء مش حاسس ان انت بتجمع قوي. كل اي واحد اقرع بدقن بقينا كلنا واحد. ما احنا مش واحد. دي مناخير اندرو تيت، دي فلقه سنان جوارديولا. ما انا مميز يا ابني. دي ودان ذا روك. وبعدين في حاجه انا عمري ما فهمتها، الحقد الرهيب على الصلع. ليه يبقى في مثل شعبي متوارث بيقول لك لا تصاحب الاقرع ولا تاخد منه نصيحه؟ لو كان ربنا بيحبه كان خلى راسه صحيحه. تصعيد غير مبرر ومش مفهوم. ليه ما تصاحبوش يعني؟ عمل ايه؟ قال لي معاك قبل كده؟ قصر؟ قال لك معلش مش هقدر اجي لك في وسط محنتك عشان عند الحلاق مثلا؟ ما تصاحبوش ليه؟ وليه ما تاخدش منه نصيحه يعني؟ ما عندوش خبرات مثلا؟ اهوج على كده بقى ما ناخدش نصيحه من غاندي بقى ولا جيف بيزوس. ولا ولو كان ربنا بيحبه ليه ربنا مش بيحبه يعني؟ ما يحبوش ليه يعني؟ ده بيحبه قوي، ده مديله هرمون بزياده. احنا رجاله قوي على فكره، مش متعوضه في حته ثانيه.